امام عاشور كان امبارح الاسوأ. يعني الحاله اللي موجوده للاعبي النادي الاهلي، حتى لو اللعيب كويس، لو اللعيبه كلها اللي حواليا مش ظاهرين بمستوى كويس، انا هظهر بشكل وحش. يعني قفشه امبارح انقذ الموقف. هل عبد المنعم انت وصلت لاعلى حاجه؟ القندوسي امبارح عمل مباراه كبيره، والهدف اللي احرزه بصراحه لعيب كويس. احمد فتوح وصبحي والزناري. سبب تواجد الجماهير امبارح هي من ضمن اسباب فوز نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا وحلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما بمتابعتكم وبتشرف بتعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. مباراة النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا. قبل ما نتكلم على المباراة والحالة الفنية للفريقين، ازاي امبارح المباراة تتلعب بتيشيرتين قريبين لبعض؟ يعني يا جماعة انتوا امبارح زاولتوا الجماهير، زاولتوا المشاهد. احنا مش عارفين مين الاهلي ومين سيراميكا كليوباترا. انا والله واحد من الناس، انا لحد اول ربع ساعة انا فاكر سيراميكا كليوباترا هو الاهلي. ده حقيقي. الله يكون في عون اللعيبة بصراحة جوه الملعب. يعني احنا امبارح بنتفرج على شورت. يعني والله امبارح معظم الجماهير كلها اتزاولت عارفين ان سيراميكا كليوباترا اللي هو لابس شورت ابيض. هل يعني خلاص من مفيش نظام، مفيش يعني ازاي ان انت تنزل قبل المباراه؟ ومين اللي اختار ان التيشيرتين دول ينزلوا الملعب؟ يعني الاختيار بناء على انهي اساس؟ يعني ايه؟ يعني اللي هو انت علمت خلاص ان سيراميكا كليوباترا هو لابس شورت ابيض؟ طب والناس اللي بتتابع المباراه، والناس حتى لو من الدول العربيه بتتابع المباراه وبتتفرج، لان في ناس كتيره جدا اهلاويه في الوطن العربي، ويعني طب ازاي بجد امبارح المباراه كانت صعبه، كانت مزاوله. والله الواحد عينيه وجعته حقيقي، بجد الواحد عينيه وجعته. ما فيش امبارح المباراه حتى لدرجه ان يعني انت كل شويه بتحاول تركز. يعني انتوا مخلين الجمهور مركز اكتر من اللعيبه. طب اللعيبه جوه الملعب هتعمل ايه؟ برضو الحاله دي اكيد برضو عملت يعني جدال، عملت حتى الحاله جوه الملعب. انا واحد من الناس لما بحس ان التيشيرت الخصم بتاعي قريب للتيشيرت اللي انا لابسه هبقى مشدود. وده اللي حصل امبارح، بعيد عن اداء النادي الاهلي والشكل. النادي الاهلي امبارح مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي داخل في المرحله اللي جايه مرحله صعبه. انت عندك مشاركه في كاس العالم للانديه ومشاركه بطوله افريقيا اللي هو النادي الاهلي يعني صاحب اللقب. هل النادي الاهلي هيعرف يرجع تاني؟ ما هو الموضوع كده صعب في الشكل عموم في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. اداء حتى جوه الملعب فيه تنشنه. خلينا نتكلم ان دايما لما النادي الاهلي او اي لعيب بيلعب في فريق كبير، لما بيبقى الاداء مميز والحاله اللعيبه كويسه، بتبقى الحاله المعنويه جوه الملعب بتبقى افضل من كده. طبعا في الفتره الاخيره الاخفاقات اللي حصلت مع النادي الاهلي بدايه من السوبر الافريقي ومؤخرا في امام سان داونز في الدوري الافريقي، طبعا اثرت بشكل كبير جدا. عشان كده دايما بقول ان ده يعتبر فوز معنوي. يعني فوز معنوي، استعداد للفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه فتره صعبه، لازم اللعيبه ترجع تاني في مستوى. من بعض اللاعبين بصراحه مش عاجبني في الفتره الاخيره. اولهم مروان عطيه مش في الحاله بتاعته. مش مروان عطيه اللي بدا الموسم اللي فات مع النادي الاهلي بقوه وسرعه واخلاص وبيموت نفسه وتركيز. مش لاقيينه. امبارح انا واحد من الناس اتكلمت على امام عاشور الفتره اللي فاتت، قلت امام عاشور من افضل اللعيبه في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. امام عاشور كان امبارح اسوأ واحد في الملعب كان امام عاشور. عشان كده حتى مستر كولر غيره. هل اللعيبه هتقدر ترجع تاني وتلم نفسها تاني؟ لان موضوع الفتره الجايه يا جماعه صعب، خصوصا كمان انت خسران بطولتين بالشكل. الاداء ده اداء مش ما يطمنش الجمهور ولا يطمننا احنا حتى واحنا بنتابع النادي الاهلي في الفتره الجايه. فلازم اللعيبه تلم بعضها. وده يمكن دي ثالث حلقه او رابع حلقه بتكلم في النقطه دي. اللعيبه لازم ترجع تاني تقعد مع بعض، ويشوفوا ايه الاخفاقات، يشوفوا حتى الحاله اللي موجوده، يتفرج على نفسه بعد المباراه عامل ازاي. يعني شوف المباراه انت عامل ازاي، شوف ادائك، شوف ايه الاخطاء اللي انت فيها، شوف الحاله اللي موجوده. امبارح يعني بعض اللعيبه برضو حتى كريم الدبيس، يعني ناس كثيره جدا عماله تتكلم بتقول ان هو لعيب كويس، بس على فكره ممكن يكون لعيب كويس، بس في الحاله اللي موجود فيها النادي الاهلي دلوقتي مش هتظهر حد. امبارح اكرم توفيق ما كانش في الحاله بتاعته.
برضو ليه عذره وليه لسه راجع من اصابه. خلينا نتكلم يا جماعه ان حتى يعني الحاله اللي موجوده للاعبي النادي الاهلي، حتى لو اللعيب كويس، لو اللعيبه كلها اللي حواليا مش ظاهرين بمستوى كويس، انا هظهر بشكل وحش. في المجمل لازم اللعيبه ترجع تاني تلم بعض ويشوفوا ايه الحاله اللي موجوده، لان الفتره اللي جايه الجمهور مش هيستحملك تاني. انت عندك بطولتين مهمين، بطوله كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا. اعتقد خلينا نتكلم ان كاس العالم للانديه انت صعب، بس في الكوره ما فيهاش صعوبات. بالاصرار، ودايما النادي الاهلي معودنا على كده، بالاصرار وبالعزيمه تقدر بتحقق المستحيل. انت عندك المباراه اللي جايه ممكن هتلاعب اتحاد جده، فريق محترم، فريق كبير بيضم عناصر مميزه. لازم يبقى التركيز اعلى من كده. لازم الفتره اللي جايه مستر كولر يشوف يلم اللعيبه تاني. طبعا هدف قفشه امبارح انقذ الموقف، يعني قفشه امبارح انقذ الموقف. طب قفشه على فكره انا قلتها، قفشه من اللعيبه الكويسه، لازم تطور. وامبارح الهدف ده اعتقد ان هو رجع لك ثقه تاني، وكان هدف صعب وفي موقف صعب. اتمنى يكون بدايه الانطلاق، بدايه عوده قفشه تاني، بدايه عوده المستوى. احمد عبد القادر، يعني احمد عبد القادر انا واحد من الناس وهقولها تاني، من اللعيبه الكويسه. ايه حاله الشده اللي انت فيها، الحاله اللي انت موجود فيها، والحاله العصبيه جوه الملعب دي، وعدم التركيز ودايما عايز تثبت وجودك ان انت كويس. طول ما انت يا احمد، طول ما انت بتحاول عشان تثبت وجودك، صدقني هتظهر بنفس المستوى ده. الو ديانج، يعني الو ديانج في الفتره الاخيره برضو مش الو ديانج. محمد عبد المنعم، هل عبد المنعم انت وصلت لاعلى حاجه؟ يعني انت وصلت خلاص، انت شايف ان كده اعلى حاجه انت وصلت لها؟ لو انت عبد المنعم لو شايف ان انت وصلت ده كده اعلى حاجه، الناس بتتكلم عليك بتقول ان انت افضل مدافع في مصر وافضل مدافع يعني في الفتره الاخيره، وشايف ان ده هو ده اللي انت وصلت له اعلى حاجه، هتلاقي الكيرف يعمل كده، هتلاقي الكيرف يعمل كده، خصوصا في الدفاع. انت يعني ربنا ما يكتبها لك. خد بالك المدافع لما بيغلط ممكن تهرب منك، وامثله كتيره جدا كانوا نجوم كبار في الدفاع غلط هربت منه، خلاص الجمهور قلب عليه وفقد الثقه وقعد احتياطي وابتدى يبتعد، وخلاص بعد كده الناس نسيته. اتمنى في الفتره اللي جايه النادي الاهلي يعيد حساباته، ومباراه زي ما قلت ان مباراه متوسطه وفوز معنوي وافضل من التعادل، وده اللي يقدر يلم عليه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه مع مستر كولر. القندوسي امبارح عمل مباراه كبيره، والهدف اللي احرزه بصراحه لعيب كويس. يعني انا ما اعرفش كان مستر كولر كان ايه تفكيره، هل هو انا عارف ان هو ممكن يكون مشي بسبب ان موديست امبارح، برضو موديست يعني حاجه حاجه غريبه بصراحه. يعني انا مش عارفين لو في كلام كمان ان مستر كولر بعد المباراه اتكلم مع القندوسي ان هو يرجع في يناير، وفي كلام ان موديست هيكمل، مستر كولر عايز يديله فرصه لحد نهايه الموسم. طب ماشي، طب حتى لو قندوسي رجع، هيرجع على حساب مين؟ ما هو عليها حاجات، عليها علامه استفهام برضه. في حاجات غريبه جدا، وطبعا في كلام كتير جدا على كابتن خالد بيبو، وان مستر كولر طلب رحيله، وفي كلام نزل تاني بعدها اتقال ان مستر كولر ما طلبش كده. في حاله في اوضه اللبس، وبعض التصريحات اللي بتطلع عامله قلق شويه. طول ما في استقرار بيبقى افضل. اتمنى الامور ترجع، واتمنى كابتن خالد بيبو يلم اللعيبه، ومستر كولر يحاول الفتره اللي جايه يخرج المشاكل، يشوف ايه ايه المشاكل اللي عندك مشاكل فنيه كتيره جدا. حاله من اللعيبه، حالات من اللعيبه موجوده جوه الملعب مش في اعلى مستوى. هنروح على مباراه نادي الزمالك وبيراميدز. بصراحه مباراه ممتعه، كل جمهور الكره المصريه استمتع بالمباراه. فعلا كانت مباراه انا شايفها ان من افضل المباريات في الفتره الاخيره، بحيث الجديه، بحيث الروح، في منافسه، السرعه. حقيقي امبارح استمتعنا، احنا قاعدين يعني تقريبا حوالي 2.5 ساعة لحد ضربات الجزاء مستمتعين. في ناس كتير، انا واحد من الناس والله كنت مش عايز المباراه تخلص. حقيقي كانت مباراه حلوه، مباراه مميزه، مباراه فيها كوره ممتعه، مباراه كان فيها حماس زايد، كان في روح بين اللعيبه والاداء، هجمه هنا وهجمه هنا، هجمه هنا وهجمه هنا، وده حلو. هي دي الكوره، هي دي الكوره. نادي الزمالك كان متاخر بهدف، اتعادل، بعد كده بيراميدز يحرز الهدف الثاني ويتعادل، بعد كده 3-2، بعد كده. هي دي الكوره.
الاغرب بقى يا جماعه الدفاعين يعني اللي خسر امبارح الفرقتين، يعني هما الاثنين يعتبروا المكسب الوحيد ده كسب ضربات جزاء نادي الزمالك، وعمل مباراه كبيره بصراحه، وكان في اكتر من لاعب مميز امبارح بصراحه، يعني عشان في روح، في اصرار، نازل مع عندي هدف. بس مشكله نادي الزمالك وبيراميدز لا، مشكله دفاعيه غير طبيعيه. امبارح الدفاع بيراميدز ودفاع نادي الزمالك بينافسوا بعض على مين اسوء، يعني بيراميدز خسر بسبب دفاع بيراميدز، الزمالك لو كان هيخسر كان هيخسر بسبب دفاع نادي الزمالك. حتى محمود علاء بدأ وبعد كده اتغير. في مشاكل كتيره جدا في دفاع نادي الزمالك. حقيقي موضوع صعب، لازم نادي الزمالك في الفتره اللي جايه يعني لازم يشوف مدافع، لان بعد رحيل بعد اصابه الونش نادي الزمالك دفاعيا المستوى بينزل بشكل غير طبيعي. بصراحه افضل واحد امبارح عجبني في دفاع نادي الزمالك المسلوسي، حقيقي عمل مباراه كبيره. وعلى فكره المسلوسي هو يعني من ضمن اسباب ان الزمالك يفوز امبارح في كوره، هي دي كانت نقطه التحول لنادي الزمالك، اللي هي كان في انفراد وراح عمل تاكلينج على الكوره دي لو كانت دخلت كانت خلاص نادي الزمالك بعد عن المباراه. فعشان كده بصراحه امبارح المسلوسي عمل مباراه كبيره. محمد عبد الشافي لما نزل ادى دافع سبحان الله، رغم ان هو يعني عامل السن، بس تحس ان هو نازل عنده يعني حماس. هو دايما الحماس على فكره يا جماعه بيديك عنصر شباب كده، بيديك عنصر حيويه، بيديك ثقه مع بخلاف خبراته. ظهر امبارح مع نادي الزمالك، هو نقطه التحول. اول ما عبد الشافي نزل كان نقطه التحول والافضليه لنادي الزمالك دفاعيا مع المسلوسي وهجوميا حتى. حقيقي امبارح التغييرات اللي حصلت من كابتن معتمد جمال كانت بصراحه فرقت، حقيقي فرق من منسي، من سامسون، يعني رغم ان سامسون هو مفيش غير الهدف يعني هو، بس برضه لسه. بس في المجمل الفوز المباراه بيديك دافع معنوي، بيديك حاله جوه الملعب. زي ما قلت ان امبارح الحاله اللي كانت موجوده بين اللعيبه امبارح والحماس هو ده اللي فرق مع نادي الزمالك، هو ده كان من ضمن المكسب. رغم ان امبارح كان بيراميدز كان بيلعب ناقص لاعب، بس سبحان الله برضو ما تحسش ان في نقص. امبارح نادي بيراميدز خسر بسبب تغييره، وهي تغييره وليد الكارتي ونزول احمد توفيق. انا ما اعرفش بصراحه مستر باتشيكو امبارح ايه التفكير بتاعه، يعني وليد الكارتي حتى يعني انا شايف امبارح عمل مباراه مميزه، ما كانش سيء قوي كده، بالعكس كان فارق مع نادي بيراميدز بشكل مميز. ما اعرفش انت غيرته ونزلت احمد توفيق الدنيا اتقلبت. طبعا مع طرد طرد المدير الفني برضو ده فرق. انا لما ابقى لعيب جوه الملعب والمدير الفني اتطرد بيأثر عليا جوه الملعب، بخلاف طرد احمد توفيق طبعا يعني. بس برضو لعيبه نادي بيراميدز دخلت في المباراه، يعني حتى لدرجه ان نادي بيراميدز لعيبه نادي بيراميدز هم اللي كانوا بيبداوا بالتهديف، وبعد كده نادي الزمالك يتعادل. فطبيعي ان انت مش هتقدر تكمل، بس اللعيبه كملت، ما هو دي الغريبه. بس هي ممكن بسبب تغييره خلاص انت بتخلص المباراه يعني بتضيع المباراه منك، وده اللي حصل امبارح من مستر باتشيكو. دايما عصبيته بتاثر على الاداء، بتاثر على الفريق، رغم ان هو مدير فني مميز جدا ومن افضل المدربين اللي انا يعني بحب استمتع بيهم. ممكن يكون مش محظوظ في اوقات كتيره جدا، بس هو من المديرين الفنيين المميزين. عشان كده نادي الزمالك كسب المباراه بالخبرات وبالروح وبتواجد طبعا الجمهور اللي كان موجود امبارح، كان ليه دافع كبير جدا. يعني انا شايف سبب تواجد الجماهير امبارح هي من ضمن اسباب فوز نادي الزمالك. طبعا في ضربات الجزاء على حسب تركيزك ايه بالظبط، يعني ايه التركيز، الحاله اللي موجوده. رغم ان كان بيراميدز على فكره كان متقدم، وكان نادي الزمالك مضيع ضربه جزاء برؤى، فالطبيعي الناس كلها كتيره جدا قالت ان خلاص كده الزمالك خرج. بس طبعا تركيز عواد بصراحه هو من ضمن اسباب الفوز امبارح لنادي الزمالك. في كوره انا حابب ان انا اتكلم عليها، وهي الهدف بتاع هدف مصطفى فتحي. يعني ناس كتيره جدا بتتكلم بتقول ان عواد هو السبب. لا، بصوا يا جماعه، في الكور اللي زي دي انا كمدافع لما برفع ايدي كده، يعني عشان برضو الكاميرا، يعني لما برفع ايدي كده خلاص انا كل اللي حواليا عرف ان الكوره انا رايح لها. الحركه اللي عملها دونجا
خلت اللي حواليه طبعا مع ان هو كمان مش باصص في ظهره، ما كانش متوقع ان مصطفى فتحي هيقطع قبليه الكرة دي. خلاص عمل الحركة دي، هو ثبت المدافعين وثبت حتى حارس المرمى. خلاص حتى تلاحظوا كده عواد اتردد، خلاص قال لك خلاص دونجا هو اللي هيكمل على الكورة. فامبارح الاخطاء الدفاعية كلفت الفريقين يعني بصراحة، عملت كوارث. امبارح دفاع نادي الزمالك ودفاع بيراميدز كوارث. طبعا فوز نادي الزمالك هيقابل النادي الاهلي في النهائي السنة الجاية يعني ان شاء الله نهائي كاس مصر هيبقى السنه الجايه باذن الله تعالى، يعني نعيش كده طول العمر ليكم ولينا. يعني انتوا متخيلين يا جماعه يعني يعني انت قبل نهائي السنه دي الزمالك وبيراميدز، والنهائي في شهر 3. ايه ده؟ ليه المسافه دي؟ في ارتباطات منتخب. وعلى فكره خد بالكم الكاس ده بتاع السنه اللي فاتت، يعني حتى لدرجه ان في يعني الواحد اتلخبط فعلا حقيقي، الواحد بقى يتلخبط. يعني عايزين ننظم الدنيا شويه، عايزين عشان الكوره ترجع. واحنا امبارح ادينا شفنا امبارح كانت مباراه ممتعه. طب ليه بقى دايما الحاجات الصغيره دي اللي هي دايما اللي بتبوظ الدنيا؟ اتمنى الفتره اللي جايه يبقى فيه امور افضل من كده. حقيقي امبارح استمتعنا بالمباراه، كانت مباراه ممتعه من الفريقين. نفسي نتفرج على المباريات يعني بنفس الطريقه، بنفس الحماس، بنفس الاسلوب. وعندنا امكانيات كويسه جدا بس احنا مش عارفين نستغلها. بهني طبعا جمهور نادي الزمالك على الفوز، وبهني نادي الزمالك على الفوز، فوز مستحق. هنروح على احمد فتوح وصبحي والزناري. طبعا كلام كتير جدا على فتوح وخروجه من المعسكر والتحقيق وايقافه وعرضه للبيع هو والزناري وصبحي. الواحد والله بصراحه مش عارف يقول ايه. يعني انا بس في كلام كتير، يعني انا مش لاقي اسباب بصراحه. بس خلينا نتكلم ان الثقه اللي فيها احمد فتوح وهو بيتكلم في حاجه. ما هو انا مش ممكن هعمل كده وانا مش ضامن حاجه في ايدي، خصوصا كمان ان في كلام ان بيراميدز كابتن هاني سعيد امبارح في تصريح ليه قال ان هو صرف النظر عن فتوح. وفي كلام طلع برضو من اداره زد ان احمد فتوح خارج الحسابات. طب ايه، هل ممكن نشوف احمد فتوح في النادي الاهلي؟ هل ممكن نشوف احمد فتوح في السعوديه؟ لان كان المفروض في تحقيق وهو ما راحش في الاول، بعد كده راح. وفي كلام طبعا على الجروبات، طبعا مش هينفع ان انا اتكلم فيه، تهديد لبعض اللعيبه. وقال ان هو في التحقيق ان شيكابالا عمل كده قبل كده في اسوان. فابتدت الامور بصراحه توصل لطريق مسدود ما بين فتوح وما بين نادي الزمالك. هل احمد فتوح خلاص قرر ان هو مشي؟ سيبكوا بقى من موضوع عرض البيع. طب احمد فتوح ايه الفتره اللي جايه اللي انت هتعملها؟ انا شفت له على صوره كده ان هو بيتمرن بتيشيرت لابس احمر. طب هل دي ايه رساله؟ هل ممكن الحاله الوحيده اللي فتوح ممكن ترجعه تاني هو انضمامه لمنتخب مصر؟ الحاله الوحيده اللي ممكن ترجع فتوح تاني للاجواء تاني وترجعه تاني للملعب هو منتخب مصر. ناس كتيره جدا كانت بتتكلم عليا. انا اتشرف ان انا واحد في يوم من الايام لعبت مع كابتن جوهري، كنت بلا نادي. ولما لعبت مع لما لعبت 2006 مع كابتن حسن شحاته كان في مشاكل ما بيني وما بين نادي الزمالك. فهل هتتكرر؟ وحصلت قبل كده مع كابتن عصام الحضري. بس يعني الموضوع صعب. هو ده اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه، لان في اداره نادي الزمالك اتكلمت في الفتره الاخيره وراسلت كابتن حازم امام ان هو يستبعدوه من المنتخب. لا، خلينا نتكلم ان منتخب مصر الاهم. لو مستر فيتوريا محتاجه، منتخب مصر اهم. خلينا نتكلم ان الفتره الجايه منتخب مصر داخل تصفيات كاس عالم وفي كاس الافريقيه. لا، انت محتاج كل لاعب. كل ده هيتوقف على حسب رؤيه الجهاز الفني. طبعا كلام كتير جدا بعد عرض للبيع. وعايزين يعني الفتره اللي جايه هيبقى فيه كلام كتير، هتبان الامور. هل فتوح هينضم للنادي الاهلي؟ هل هيسافر بره؟ هل هينضم للمنتخب؟ كل المشاكل اللي موجوده دي يعني بصراحه هتبعده. بس هو من اللعيبه المميزه، ولعيب كان يعتبر من افضل لاعبي نادي الزمالك في الفتره الاخيره. بمناسبه الكلام على احمد فتوح بصراحه يعني امبارح جات لي رساله كده منتشره على كل البيدجات لنادي الزمالك والمحبين لنادي الزمالك. بيقولوا في تصريح، طبعا التصريح ده انا ما قلتوش خالص. هو في دايما في بعض التصريحات كده لازم تنزل لي كل فتره فيك
بس هي بتبقى لذيذه حتى لدرجه ان هي واخده يعني لحد دلوقتي، لحد ما جات لي كانت عامله 1200 ها ها. انا واحد من الناس انا واحد من الناس عامل ها. وهي بيقول ايه: ابراهيم سعيد قرار جيد من نادي الزمالك اتجاه احمد فتوح، الانضباط والاخلاق في بص، طالما كلمه طالما كلمه الانضباط والاخلاق دي يبقى التصريح مش تبعي. يعني يا جماعه انا والله العظيم التصريحات دي لما بنزلها سواء هنا في برنامج ذا ديفندر على اليوتيوب من خلال صفحتي، او على تويتر، او على الانستجرام. طبعا تصريح يعني انتشر بشكل غير طبيعي، وما لو التصريح ده انا هقوله ما انا اتكلم دلوقتي، بس هو فعلا تصريح يعني لذيذ زي ما بيتقال من ضمن التصريحات اللي بتنزل. فانا طبعا التصريح ده انا ما قلتوش خالص، وبتمنى ان الناس يعني تتحرى الدقه، لان مش كل تصريح ينزل الناس هتصدقه. انا واحد من الناس بقول لكم اول ما شفت والله التصريح ده قعدت اضحك. وهنا انتهت حلقتنا من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. انتظروني قريبا ان شاء الله. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.